بس بقى حاجة تانية عموما، ان انت يعني ده لأي حد في فترة الكلية ان هو دايما يتعلم حاجة جديدة. يعني دلوقتي انتوا شايفين عدد بيتخرج كل سنة من اي كلية بغض النظر هي اي كلية، بالظبط. خصوصا الصيدلة. في أعداد كبيرة جدا بتتخرج. الواحد لازم يميز نفسه أو يتعلم حاجة جديدة أو يتعلم، بغض النظر عن يميز نفسه بس عشان سوق العمل، ممكن حتى عشان هو يبقى إنسان أحسن يتعلم حاجة يعني. دايما يعلم نفسه حاجة جديدة. فكرة رحلة الواحد يبقى دايما يتعلم حاجة، ده أكتر حاجة أحب أقولها لأي حد لسه في مرحلة الكلية، لأن دايما في وقت زيادة. أنا عارفة أنتوا حاسين دايما وراكم حاجات كتير، بس الواحد لو ركز هيلاقي إن في وقت بيضيع، في وقت بيضيع سكرولينج مثلا كتير. على السوشيال لا ميديا، في كتير وقت جدا. كتير بتضيع. الحاجات دي بس لو هو فكرة الواحد فكرة الرابطة النفسية اللي هو لا أنا ورايا مذاكرة ورايا كلية. ايوه الموضوع ده أنا ما بذاكرش. غلط. ايوه في الاخر مش بتذاكر بس انت بالظبط صح. شايل هم شايل هم بس. بالظبط. فلو الوقت ده اتعلمت فيه حاجه زي مثلا انتوا دلوقتي اتعلموا بروجرامينج، اتعلموا بايثون، اتعلموا ار، اتعلموا حاجات جديده تخليك انت ما تتخرج تقدر تضيف حاجه. ده كده شفت الكارير اصلا ولا الحاجات دي ريليتد شويه لا ريليتد طبعا. يعني مثلا البايو انفورماتكس ده بيحتاج سكيلز اناليسيس بقى بتاعت الجين سيكونسز، حاجات ليها علاقه سواء يعني بحثيه بحته او بتبقى شغل. يعني مش لازم حد كل واحد هيعمل كده يدخل بقى في مجال دراسات عليا. ممكن يبقى هو مثلا بيعمل داتا ساينس بس يعني مطلوب منه تاسك يعمله، مش شرط ان هو بيعمل كده عشان to contribute يعني لماجستير او دكتوراه او رساله. يعني ممكن يبقى بس بيشتغل داتا ساينتست او بيشتغل اناليسز او بايو انفورماتكس. في حاجات كتير قوي بتحتاج السكيلز بتاعت الكودينج والبروجرامينج، فدي حاجه كويسه تعلموها. يعني وهي حاجه كويسه انك تبقى اصلا اوير يعني وات هابنز ان ذا باك اند. بالظبط. انت بتستخدم كل حاجه دلوقتي وفي كود ورا في الخلفيه انت مش واخد بالك هو شغال ازاي او كده. جدا حاجه كويسه انك تبقى فاهم ايه اللي بيحصل، الدنيا ماشيه ازاي. صح. والواحد انا مش قادره اتخيل الواحد ممكن يتعلم وبعدين يندم انه اتعلم مثلا. يعني الواحد كل ما بيتعلم دايما في اد فاليو يعني. حتى لو انت يعني حتى لو مش اللي في دماغك بس دايما ليه اد فاليو. بالظبط. دايما بيوسع المدارك، بيوسع. يعني دايما احنا كمان برضو في مجالنا بنبقى مركزين قوي في العلوم بس او في الصيدله بس. لما حد من عندنا بيتعلم مهاره جديده من مجال تاني خالص زي الكودينج بيكسل. ومش بس كده بينقل يعني بيبدا يستخدم بقى المعرفه بتاعت الحاجتين دول مع بعض ان هو يبدا يحل مشاكل جديده. يعني دول الناس دول ما بيتكلموش مع الناس دول، فلو حد في النص حد عارف ده بس بدا يتعلم ده هيبدا يحل مشاكل جديده. بالظبط. فتعلموا يعني تعلموا في حاجات كتير. لو حد مش مهتم بحاجه زي كده يتعلم علوم شرعيه، يتعلم حاجه اي حاجه جديده، اي علم ايوه صح اي حاجه والله فعلا. يتعلم ماركتنج، يتعلم فاينانشال ليترسي، حتى ان الواحد يكون عنده يعني معرفه بالبنوك بتشتغل ازاي، الفلوس بتشتغل ازاي. في حاجات كتير قوي الواحد يتعلمها. يعني دايما الواحد يبقى عنده حاجه شغال ان هو بيتعلمها. دي اكتر حاجه يعني كنت بحاول فيها وانا طالبه، بس لو رجع بيا الزمن كان ممكن اعمل حاجات اكتر من كده. اتعلم لغه جديده يعني اي حاجه. فالحاجات دي كلها زي ما حضرتك قلتي اصلا علم ما عمره ما هيخسر. بالظبط. دايما ليها اد فاليو. حتى لو ما استخدمتوش يكفي انك دماغك وسعت لحاجه جديده. بالظبط. اللغات مثلا من الحاجات اللي بتوسع المدارك. انا كنت الناس كانت بتقعد تضحك بتعلمي لغات ليه، انت ايه كل ده في السنه؟ وكنت بحس ان الواحد بيفهم ثقافه جديده، بيفهم طريقه تفكير مختلفه عن تركيبه الجمله بتاعته هو اللي متعود عليها. فده بيخلي انه الواحد تفكيره بيبقى احسن يعني وانضف. مظبوط.